قالت له سيبني أعيش وخد كل اللي أنت عايزه ومش هابلّغ عنك، ولكن القاتل بينفّذ جريمته. فأحكي لك الحكاية، حكايتنا النهارده عن مقتل وداد حمدي. وداد حمدي واحدة من أشهر الفنانات في زمن الفن الجميل، واشتهرت جدًا بدور الخادمة، وكانت هي بتعمله بإتقان شديد جدًا، جدًا، جدًا. كانت من الناس فعلًا اللي عندها موهبة يعني تُحترم، ورصيدها الفني عدّى ال600 عمل. في سنة 94 مدام وداد حمدي تليفون بيتها بيرن وبترد، وبتلاقي على التليفون الريجيسير متى باسيليوس، وبيقول لها إن في منتج ومخرج عايزين ييجوا البيت عندها يقعدوا معاها علشان يعرضوا عليها دور في مسلسل. الست يعني ما فهمتش أوي الحكاية في التليفون، هو طلب منها إن هو ييجي لها علشان يعرض عليها الدور لحد ما المنتج والمخرج ما ييجوا يعني. وفعلًا بيروح البيت بتاعها في شارع رمسيس، والست يعني بتستقبله وبتعمل له عصير، وبيطلب منها إن هو يدخل الحمام. فعلًا بيدخل الحمام، ومدام وداد حمدي بتدخل تجيب له فوطة علشان يمسح إيده، وبتتفاجئ بيه في أوضة النوم ماسك سكينة، وما كانتش فاهمة هو عايز يعمل إيه، لحد ما لقت في شر في عينيه جامد جدًا، جدًا، وعايز ينفذ جريمة قتل يعني. فقالت له خُد كل اللي أنت عايزه، أنا يعني ما حيلتيش حاجة ممكن يعني تيجي في دماغك أنت، بس سيبني أعيش. أنا مش حابة تبقى دي النهاية بتاعتي. إنما كل التوسلات دي ما جاتش خالص مع الريجيسير متى باسيليوس، وطعن وداد حمدي 35 طعنة، وفي النهاية ما لقاش في البيت أصلًا غير 250 جنيه، وخد راديو كده وشوية حاجات وهرب. طبعًا تحقيقات وفي اعترافاته ما كانش قاصد في البداية وداد حمدي، هو كان مديون وعليه فلوس كتير جدًا، 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 وما كانش عارف يعمل إيه، والديانة على طول بتطالبه. ففكر في الحكاية دي إن هو يروح لأي فنان يعني يتحصل على كل أملاكه بقى اللي يلاقيها في البيت. فراح الأول لسهير رمزي، وتقريبًا كده ما عرفش يدخل، راح ليسرا اللي كانت معروفة وقتها إن هي يعني ست عطاءة وكريمة وبتعطف على الناس اللي زي متى يعني. وكانت يسرا ساعتها بتصور مش موجودة، وراح لأحمد زكي الفندق اللي هو كان مقيم فيه، ونظرًا يعني لوجود أجهزة إنذار وكده خاف يخش لأنه كان معاه سكينة. لحد ما الوضع بقى معاه سيء جدًا ومش عارف يروح لمين، لحد ما جه في دماغه إن وداد حمدي الست دي مقيمة لوحدها، وراح هناك ونفذ جريمته. طبعًا كان هو نزل وخفى كل أداة الجريمة، وباع الراديو واتصرف في الفلوس وبتاع. وكان في أخت وداد حمدي مدام ليلى حمدي، كانت يعني إيه بتتصل على التليفون الأرضي وما فيش حد بيرد، فراحت البيت هناك بتخبط برضه ما بتردش، وكان معاها مفتاح للطوارئ. فتحت الباب واتفاجئت بجثة أختها على الأرض غرقانة بالدم، وبلغت طبعًا الشرطة والشرطة جت. كل جريمة بيكون ليها خيط كده. هو لما دخل شرب عصير إيده على البصمات، لما كان بيطعن الست وداد حمدي بالسكينة هي كانت بتحاول تدافع عن نفسها، فمسكته من شعره. فطبعًا في آثار شعر في إيديها، يعني هو ما خدش باله من الحاجات دي خالص يعني، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يقتص من ده ويبقى معروف مين اللي قتل كده وياخد جزاؤه يعني. الراجل في 48 ساعة قدرت الشرطة المصرية إنها تقبض عليه. في الأول طبعًا أنكر كل الحاجات دي، ولما ضيقوا عليه الخناق اعترف وقال كل اللي حصل يعني. الكلام ده كان في مارس 94. اتحكم عليه بالإعدام في تقريبًا فبراير سنة 1998. الله يرحم مدام وداد حمدي، ست كان عطائها كبير جدًا، وكانت موهبة فريدة جدًا، 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 وكان خفة دمها كبيرة جدًا، جدًا. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويرحم كل أمواتنا. إن شاء الله أشوفكم على خير، فهاحكي لك الحكاية وحكايات فنية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.